ازيكم يا احلى بنات وامهات في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده وحب وفرح قلب يا حبايب قلبي. بصوا بقى يا حبايبي، انا كنت عندي كده كرتونه شايله فيها شويه حاجات كده زياده عندي من فتره. شلت الكرتونه دي يا حبايبي ومش عارفه يعني نسيتها بقى، فكنت بدور على حاجه بالصدفه لقيت الكرتونه دي، فقلت يا مرمر هي الكرتونه دي في ايه؟ فتحت لقيت فيها حاجات زياده كنت شايلاها، وشويه الحاجات دي يا بنات انتيكات صغيره كده كانت زحمه الدنيا فكنت شايلاها. فقلت يا مرمر لا عيني بقى الحاجات دي، وعنتها يا بنات وغسلتها وايه هنشفها معاكم، وقلت اعيد تدويرها. عايزه بقى افتح معاكم يا بنات يعني موضوع مهم جدا جدا، اكيد كلنا الموضوع اللي انا هقوله ده مر علينا كلنا. ايه بقى؟ طبعا انا كنت مستثقله ان انا اقعد بقى امسح الحاجات دي، فقلت ايه اتكلمي مع اخواتك وبناتك وحبايب قلبك وفي الموضوع الفيديو اللي انا هقوله لكم بتاع النهارده، وانتي ايه بتمسحي كده شويه الانتيكات الصغيره دي علشان ما تكسليش عنهم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، مين فينا يعني ما مرش في حياته كده الشخصيات اللي هي يعني اللي هي بتسحب الطاقه، اللي هم سحابين الطاقه. يعني في شخصيات كده هم بيعملوا تلاعب نفسي على اللي قدامهم وبيسحبوا منهم الطاقه بتاعتهم والحيويه بتاعتهم واي طاقه ايجابيه عندهم. يعني اكيد كلنا مرينا بشخصيات زي كده، انا عن نفسي مريت بشخصيات زي كده، فانا عن تجربتي الشخصيه مش عايزاكي تقعي في الفخ دوت لان بجد الموضوع بيبقى صعب قوي. بصي يا حبيبه قلبي، هتقولي لي طب يا مرمر نعرفهم ازاي؟ هقولك تعرفيهم ازاي. يعني النوعيه من الاشخاص دي هم بيعملوا نفسهم ان هم بيحبوكوا، يعني بتحبك. يعني لو واحده صاحبتك هتعمل نفسها ان هي بتحبك لكن هي جواها طبعا النية ربنا هو اللي بيعلمها. يعني ان هي ممكن تبقى غيرانه منك، انت مثلا مميزه عنها في حاجه انت بتكني لها كل حب، لكن هي لا، بس هي عامله نفسها بتحبك في الوقت نفسه ان هي يعني غيرانه منك. فتعمل ايه معاكي؟ هتلاقيها كل وقت بتتعامل معاكي بطريقه مختلفه عن الوقت التاني، عشان بس ايه انت تعرفي الشخصيات دي تعرفي تميزيها. يعني مرمر طب يعني الشخصيه اللي هي بتبقى بتسحب الطاقه ديت واللي هي بتتلاعب نفسيا دي اعرفها ازاي؟ انا يا حبيبتي يعني سهله قوي هقولك تعرفيها ازاي. انك هتلاقيها كل وقت بتتعاملك بشخصيه مختلفه. يعني مثلا هقولك مثال، انت رنيتي على صاحبتك، ايوه يا حبيبتي عامله ايه؟ هتلاقيها بتعاملك حلو قوي، ازيك اهلا انت عامله ايه، وتفتح معاكي حوار ومفيش اي حاجه وحبايب وكل حاجه. تيجي بقى تاني يوم، ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا، طب انت كويسه؟ الحمد لله. دي بقى فاهمه؟ يعني انت امبارح كنت مكلماها ومفيش خصام مفيش اي حاجه، ايه كلام وحوار وهات وخد وتفتحي مواضيع واخر حلاوه. تاني يوم بقى هتكلميها زي ما انا بقول لك كده، انت ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. طب انت كويسه؟ اه الحمد لله نشكر ربنا. تقعدي بقى تتكلمي معاها تعمل لك زي اه اه الله. تيجي انت بقى يا عيني من ناحيه تانية، هو انا عملت لها ايه؟ ده انا كنت امبارح كانت كويسه معايا وكنا كويسين. وتقعدي يا عيني بقى تقفلي من يعني تقعدي بقى تسحبي منها في المكالمه الكلام، وهي ايه بتكلمك بالعافيه، يعني بالعافيه، يعني بتشدي كده الكلام من بقها. تمام؟
هي على فكره الشخصيات دي بتبقى متعمده تعمل معاكي كده، يعني مش اللي هي مش متعمده، لا هي متعمده تعمل معاكي كده. تمام؟ شفتوا عريس وعروسه. تمام؟ فالحلو، ها فالحلو. ايه ده؟ بصوا بصوا في تاني. فبصوا بقى، يعني يا حول الله يا رب، تقولي ده انا اللي هو في ايه، وتقعدي تجلدي في نفسك وتقولي انا عملت ايه، انا ما كان انا معاها كويسه واحنا كويسين. طب انا تقعدي بقى، طب انا ما يكونش امبارح في المكالمه بتاعت امبارح قلت لها كلمه تزعلها؟ ما يكونش يا بنتي يا مرمر ما تكونيش وانت بتتكلمي معاها في موضوع من غير ما تقصدي قلتي حاجه ضايقتها، وتقعدي بقى تعملي جلد لنفسك، تعملي جلد لنفسك، وانت يا عيني ولا عملتي حاجه ولا سويتي حاجه. بس ده التلاعب النفسي يا بنات، ده التلاعب النفسي يا امهات. خلوا بالكم ما تقعوش في الحفره ديت، لان بجد بتبقى يعني اللي بيلعب مع مصاصين الطاقه واللي بيلعبوا نفسيا دول يعني ناس بتبقى ناصحه قوي في الموضوع ده، بيبقوا ناصحين قوي يعني. وخلي بالك انا هقول لك على حاجه، هي ممكن ايه، شفتي زي ما انا قلت لك، ممكن يومين تبقى حلوه معاكي ويوم تبقى مفيش وحشه خالص، زي ما بقول لك كده تسحبي منها الكلام بالعافيه من بقها. انتوا عارفين ليه؟ طب هتقولي يا مرمر طب ليه ما هي يعني مش كل يوم مثلا على الوتر ده؟ هقول لك ليه يا حبيبه قلبي. ما هو بقى دول بيبقوا خبره على فكره، لان هي لو فضلت كل يوم تعاملك برخامه انت يعني هتقولك ايه ده اللي قدامي دي هتزهق وهتمشي. ما هي تتسلى على مين يا حبيبتي؟ ما هي لازم تتسلى عليك، هي وراها ايه؟ هي عايزه تحطمك. واغلبيه الناس دي بيبقوا عارفين يا بنات، يعني بيبقوا منفسنين، الناس المنفسنه اكيد انت مميزه عنها في حاجه فغيرانه منك، اكيد انت عندك حاجه تميزك عنها. وعايزه اقول لكم على حاجه والله، يعني انا مش بتكلم ماديا، انا يعني انا عن نفسي اعرف ناس مبسوطه جدا ومش يعني عندهم ربنا يعني كرمهم وربنا يكرم كل الناس، بس ممكن تبصي لحاجه عارفه في مثل مصر كده بيقول ايه، الكحكه في ايد اليتيم عجبه. ممكن انت يكون حاجه صغيره عندك كده منفسنا منها، يعني مش يعني ممكن يكون يعني مثلا حب الناس ليكي. تمام؟ تدور بقى من تحت لتحت، هي طبعا مش هتقولك، هي عامله ان هي حبيبه تكره فيكي طوب الارض. تمام؟ ممكن يكون انت حد اجتماعي، حد شاطر في مجال شغله مثلا، ما بتشتغليش. انا هقولك على كل يعني هي مش بتبقى واقفه على فئه اللي بيشتغلوا او المميزه في شغل، لا 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 خالص. ست بيت، وممكن هي كمان هي اللي بتشتغل وهي اللي عندها يعني شغلها، وهي ممكن كمان تبقى في مركز مرموق بس غيرانه منك. هتقولي يا مرمر ازاي؟ طب ما هي في مركز مرموق اهوت. هقولك، ممكن هقولك ازاي. ممكن هي مش عامله توازن بين بيتها وشغلها. تمام؟ مش عامله توازن، فممكن يكون عندها البيت مش مرتب، مقصرت في تربيه اولادها. تمام؟ شايفاك انتي لا مهتميه ببيتك باولادك، مهتميه بنفسك، مهتميه بجوزك، فرفوشه، تحبي تهزري، تحبي تضحكي، حابه الحياه. فحتى بصي مع ان هي اهي يعني مش شرط يعني الناس المنافسين دي ممكن تنفسن من اي حاجه، زي ما انا قلت لك كده. النهارده هتتكلم معاكي بطريقه، بكره بطريقه، النهارده حلوه، يومين حلوين، يوم وحش. ليه؟ هي عايزاكي موجوده، هي مش عايزه تزهقك. هي ممكن كل يوم، هي لو عليها هي نفسها كل يوم تعاملك بطريقه مش حلوه، بس هي هتقولك هتطفش مني. طب انا اتلاعب على مين بقى لما هي تطفش مني؟
اتلاعب على مين؟ شفتوا البطه؟ هتلاعب على هي، يعني انا هتلاعب على مين؟ ها هتجيب بقى انت تسليتها، خصوصا بقى لو واحده غيرانه منك منافسانه منك، بس هي عامله حبيبه وصديقه وما اقولكيش، فاهمه؟ فانا عايزاكم ما تقعوش في الحفره دي خالص. كمان يا بنات الشخصيات دي اللي هم بيعملوا تلاعب نفسي ويلعبوا على طاقتك، مهما تعملي معاهم الحال مش هيعترفوا بيه، مش هيشوفوه اصلا. تمام؟ يعني مثلا لو صاحبتك دي عيانه ورحتي شفتيها مره واتنين وتلاته وعشره، مش مقصره معاها، تسالي عليها في التليفون، كويسه قوي معاها، ممكن هي لو مره واحده بس انشغلتي، وممكن ما يكونش انشغلت عنها كمان، تعمل لك مكالمه هتقولك فيها اصحابي يقولي، والجيران وجيران الجيران والقرايب وقرايب القرايب والاهل والخلان والاصدقاء، وكنت بموت. بصوا يعني هتقولك حاجات هترصهم لك في التليفون اكنك انتي بصي يعني ما بتعمليش معاها حاجه حلوه خالص، ما عملتيش اصلا معاها حاجه، يعني انت ما عملتيش اصلا معاها اي حاجه. تمام؟ هي دي الاشخاص برضو اللي هم مصاصين الطاقه، يعني هتلاقي كده اللي هي هتحسسك طول الوقت انت لا انت ما بتعمليش حاجه، ده الناس كلها عملت الا انت، مع ان في حاجه انت ممكن تكون يعني عملتي وزياده، يعني عملتي وزياده، لكن هي لا. عشان ايه؟ هقولك عشان ايه. تعملك تلاعب نفسي وتدمرك نفسيا ومعنويا، هي عايزه كده عشان تقعدي ايه تكلمي نفسك وتتاخري بقى لو عندك طموح، عندك مش يعني حاجه عايزه تعمليها في حياتك، بلاش ده. يعني بلاش هقول لك ايه، انت صاحبه شغل او عمل او مشروع وعايزه تطوريه، لو انت يعني ست بيت وام وعايزه تشوفي اولادك وبيتك وتقومي تشوفي مصلحه بيتك وحياتك، يعني مكالمه هتخليكي يعني لو انت قايله النهارده روتين يومي هعمل فيه 6 7 حاجات، من المكالمه دي صدقيني ما هتعملي اي حاجه، وهي ده اللي عايزاه. هتقعدي مش هتقومي، هتقعدي تجلدي في نفسك، هتقعدي تسالي نفسك انا عملت ايه، طب ايه اللي حصل، طب ليه بتكلمني كده، يا ترى يا هل ترى. لا 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 لا، انا بصي مش عايزاكي تقعي في الحفره دي، عايزاكي تبقى ناصحه وتفهمي دي ناس مصاصين طاقه، وناس بيحبوا يعملوا تلاعب نفسي على اللي قدامهم، وبيبقى الاسباب يعني معظمها غيره ونفسنا، غيره ونفسنا، وانت اصلا يعني يا ريتك انت عملت لها حاجه عشان الغيره والنفسنا. هو كده انت ممكن واحده تيجي تقول لي يا مرمر ده حياتها احلى من حياتي يا اختي، ده عندها وعندها ومبسوطه ومش يعني يا حسره، هتبصي لي انا على ايه؟ لا هتبصي لك يا حبيبتي، انت ما تستبعديش لو حتى انت اقل منها في المستوى زي ما بتقولي، انت اكيد ممكن يكون انت عندك حاجه تعبها نفسيا، يعني مميزاكي عنها، ممكن تبقى حاجه صغيره بس تعبها نفسيا. بصي حب الناس ده كفايه قوي. يعني حد شاطره في مجالك، شاطره في شغلك، شاطره في بيتك، شاطره مع ولادك، بتقفي مع جوزك وولادك وبتسندي، وست ب100 راجل. تمام؟ ايوه، يعني ما تقوليش لا اصل انا هي ليه هتعمل كده، ده هي محتاجه ايه، ده انا يا ريت انا عندي الربع اللي عندها. لا لا يا حبيبتي، فاهمه؟ فما تقعيش في الحفره دي، ما تخليش حاجه تعطلك تاخرك. ده ممكن ده الناس دي يعني التلاعب النفسي اللي بيعملوه ان ممكن تخلق لك اي حوار، اي قصه، اي موضوع تشغلك بيه. تمام؟ ومعظم الناس دي بتبقى يعني الشخصيات دي يا بنات بيبقوا ماشيين حياتهم وبيوتهم ودنيتهم ومشاريعهم وما يحسسوكيش.
ويخلوك انت بقى تلف في دايره مغلقه، دايره مغلقه من تفكير لجلد ذات، انا عملت ايه، طب في ايه، طب هي ليه بقت كده، طب امبارح ده كانت حلوه، طب يا ترى يا بنتي يا مرمر مكالمه اول امبارح انا قلت لها كلمه زعلتها وانت يا عيني ولا قلتي ولا عدتي، وتقعدي بقى. ولو وراكي بقى شويه غسيل مش هتقومي تعمليهم، لو وراكي شويه طبيخ مش انا بقول لك ابسط الامور يعني. لو هتذاكري لاولادك خلاص نفسك قفلت مش هتذاكري، شويه هتعملي كوبايه شاي، شويه هتعملي كوبايه قهوه، ويا ترى يا هل ترى ليه يا حبيبتي تحطي نفسك يعني في الحوار ده اصلا؟ لا، خليكي ناصحه، خليكي واعيه. في ناس بتبقى متعمده تاخر اللي قدامها عشان هي تطلع تظهر تبان، وانتي تفضلي مكانك، محلك سرك، محلك سرك. نصيحة عن تجربتي الشخصية، ما تقعيش في الفخ دوت. وعايزة يعني اقول لكم يا حبايب قلبي اني يعني موضوع الناس اللي هي سحابين الطاقة واللي بيعملوا يعني تلاعب نفسي على اللي قدامهم، مش واقفة على فئة معينة من يعني مش هنقول ايه ده الامهات مثلا، البنات اللي لا لا لا، هتلاقوها في الطلبة، ممكن يعني اتنين زمايل يعني بنوتة وبنوتة، واحدة اشطر من التانية، بتذاكر كويس قوي، شاطرة، بتعمل واجباتها، ملتزمة في مدرستها، ملتزمة في كليتها، ايا كان السنة الدراسية اللي هي فيها، متميزة، وهي صاحبتها بقى، المفروض دي صاحبتي الانتيم اللي رايحة وجاية معايا، وهي اصلا من جواها من نفسنا من زميلتها انها مميزة عنها. تقول يعني تيجي تحبط، بص لا انا مذاكرة ايه يا ستي، مذاكرة ايه، لا لا. وممكن بقى شوية انت تشغلها بقى، تشغلها، انا في موضوع وعايزاكي تفكري معايا فيه ومش عارفه ايه, ما شغلتهاش بحاجه زي كده، تخلق لها اي سهريه ليها هي وتلف حوالين نفسها. المهم ما تذاكريش، المهم يعني ما تتفوقيش عني، تمام؟ في الوقت زيه اللي ممكن على فكره تبقى طول الليل التانيه سهرانه بتذاكر، ممكن تاني يوم تقول لها اسكتي يا اختي، مذاكره ايه ده، انا نمت بلا وجع قلب، يلا على اخر الترم كده يعني نشوف الكتب فيها ايه ونروح نمتحن وخلاص. تعمل لها بقى احباط وتعمل لها مش ده ولا ده، تخلق لها اي سهريه، تمام؟ يعني انتوا هتلاقوا يعني قصدي في الكلام مش واقفه على فئه معينه او عمر معين او سن معين. مصاصين الطاقه دول واللي هم بيسحبوا الطاقه الايجابيه، واللي هم بيعملوا كمان بالذات تلاعب نفسي على اللي قدامهم، وده نتيجة النفسنة اللي بتبقى جواه والغيرة، دول يعني هتلاقيهم في معظم الأعمار، تمام؟ بس الشاطر اللي بيبقى فاهم. واحدة بقى هتقول لي مثلا ايه، طب يا مرمر ده ممكن يكون حد من الدرجة يعني قرابة من الدرجة الأولى، مش صاحبة بقى ولا جارة ولا معرفة، حد بقى يعني قرابة من الدرجة الأولى، تمام؟ طب دول نعمل معاهم ايه؟ لا، نصيحة ما تعمليش يا قلبي، اسحبي نفسك على طول من بدري بدري، ما تقوليش بقى صلة رحم، تمام؟ طبعا المحبة حلوة وكلنا يعني نتمنى المحبة ونتمنى نبقى حلوين مع بعضينا، والأرحام دي بالذات يعني ربنا وصانا عليها، يعني اللي هو مش سهل انها تتقطع كده، بس انت خليكي عملتي كل اللي في وسعك، ولاقيه برضو اللي قدامك بيتلاعب يعني عليكي نفسيا، وعايز يدمرك نفسيا ومعنويا وكل حاجه، يدمر اصلا حياتك. طب يا حبيبتي، مش انت نفسك ابدا بيها، معنوياتك ابدا بيها، صحتك ابدا بيها، ولادك عايزينك، بيتك وجوزك عايزك، فانت يعني هتعملي ايه؟ لو انت حتى حاولت مره واثنين وثلاثه وعشرة و15، لا انا عايزه اقول لك بقى مش بصي يعني حاولي مره واثنين بس، الثالثه ما تفكريش فيها، تمام؟ يعني انت يعني مش هتفضلي بقى طول العمر تحاولي،
هتضيعي صحتك، هتضيعي سنين عمرك. الناس دي بتاخد من وقتك ومن مجهودك. ويا سلام بقى، ده انت لو في فرصة وبيضيعوا فرص. ايوه، ما انت بقى مش، ما انت بصي مش، ما انت مش عارفه يعني مش عارفه. يعني ده ممكن ما يبقاش شخص واحد، ده ممكن يبقى اشخاص حواليكي. مش شخص واحد بيتلاعب عليكي نفسيا، كذا واحده كذا حد. ايوه، يعني ما بتقفش على شخص واحد. اللي هما ايه يعني، لا انا يعطلوا حياتك، يدمروا طموحك، يشغلوكي. ده الاشخاص دي يا جماعه يعني ده ممكن يخلقوا مشاكل من مفيش عشان يلففوك انت حوالين نفسك. في الوقت زيه هما حياتهم ماشيه، دنيتهم ماشيه، بيطوروا من حياتهم، وربنا يكرم الناس كلها. يعني الواحد بيحب المحبه وبيحب الناس كلها تبقى في خير. بس انت بقى خلاص حاولتي، زي ما انا قلت لك، حاولتي مره، التانيه، التالته، ما تعيدهاش، ما تعيدهاش. شفتوا العصفورتين دول؟ بصوا يعني اقول لكم معلومه كده بره الموضوع على السريع. لجلب الطاقه الايجابيه في البيت بالذات بين الزوج والزوجه، لو اشتريتوا اي حاجه يعني مثلا ايه، ما فيها يعني عصفوره يعني لا، اشتروا عصفورتين. بطه تبقى بطتين، يعني تخلوا الحاجه حاجتين، يعني يبقوا مع بعض. بتدي طاقه ايجابيه بالذات مع اللي هم بقى المتزوجين. يعني شايفين حلوين ازاي؟ انا قلت اعيد بقى تدوير الحاجات دي. على فكره كنت مكسله ان انا انضف الحاجه دي، وقلت انتوا اللي هتشجعوني ان انا ايه افتح موضوع الفيديو ده. لان بجد يا بنات الموضوع ده بتاع مصاصين الطاقه واللي هم بيستنفذوا الطاقه الايجابيه من اي شخص، واللي هم بيعملوا تلاعب نفسي. الموضوع ده كتر قوي. كل ما اقعد مع حد يحكي لي حاجه زي كده، تمام. وانا بجد نصيحتي بقى، يعني نصيحتي يا حبيبه قلبي، ادام انت عملتي اللي عليكي وعارفه ان انت يعني عملتي كل حاجه في مقدرتك، خلاص بقى يعني اسحبي نفسك، تشوفي دنيتك. لو انت زوجه، صحتك وولادك عايزينك، ولادك عايزينك. التلاعب النفسي ده صعب قوي يا بنات، صعب قوي يا حبايب قلبي، بيدمر نفسيا ومعنويا وممكن يمرضك. طب ولادك، بيتك، نفسك، صحتك. انت ممكن يعني تتفاجئي، يعني تبصي في المرايه كده مش هتعرفي نفسك وانت لسه صغيره بجد، من التفكير والهم وطول الوقت. يعني ممكن يخلقوا لك تحوير وحوارات ومش عارف ايه. طب ليه؟ عملتوا محاوله زي ما قلت لك، الثانيه الثالثه ما تحاوليش. لكن ما تقعديش بقى طول العمر في الدايره المغلقه دي اللي هم عايزينك تلف حواليه عشان ما تتقدميش، عشان ما تبقيش مميزه. لان هو مين الاول اللي بيعملوا كده؟ اكيد انت، دي نفسنا، اكيد انت متميزه في حاجه، عندهم كل حاجه الله يبارك لهم، بس اكيد عندك انت حاجه مش فيهم، مش فيهم. الستر والصحه بالدنيا كلها. ربنا يديم الستر والصحه عليكم يا حبايب قلبي. فخلوا بالكم ما تقعوش في الحفره دي، ما تقعوش في الحفره دي. فرحانه ومبسوطه ان انا اتكلمت معاكم، ويا ريت كلامي ده اللي من القلب وصل القلب. واستنوني بقى في فيديو تاني. كانت معاكم ماري داوود، قناتي مفيش اسهل من كده. يا ريت لو الفيديو عجبكم المشاركه والشير والكومنت اللي بيفرحني. ودمتم بخير يا غاليين. باي باي.